لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا يا جماعة أنا جيت لقيت الأرنبة دي زي ما انتوا شايفين كده مقلعة شوية شعر صغيرين ومنزلة أرنب اهوت ميت. ده أكيد كان ميت في بطنها. خساير الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس جسمه سخن والله. ربنا يلطف على اللي في بطنها بقى. الحمد لله على كل حال. مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ بسم الله الرحمن. ادخلي بقى خدي راحتك، ولا ربنا كاتبه هو اللي يكون. انا هسيبها يا جماعه واطلع المحل، ولا ربنا كاتبه هو اللي يكون. زعلت قوي على الارنب ده، زعلت بجد، لان دي تاني ارنبه ورا بعضها يحصل لي كده. وكمان ده شنشيل اهوت ابيض في ازرق، من النوعيه المفضله عندي اللي انا بحبها قوي قوي كمان يعني. بس مش عارفه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. بس ربنا يلطف على اللي في بطنها وتولدهم بالسلامه يا رب يا رب. ربنا معاه. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حبيب قلب رير الغاليين، تعالوا معايا النهارده. الفيديو بتاعي مهم جدا جدا جدا. سموا الله وصلوا على الرسول وحطوا لي لايك لو سمحتوا فضلا وليس امر. اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور صلى الله عليه وسلم. الارنبه دي يا جماعه وجع قلبي من طلعت نهار ربنا من الصبح، وانا قلقانه عليها جدا جدا جدا. وطبعا انا حطت لكم المقطع في اول الفيديو. انا دخلت الصبح حوالي من الساعه 9 كده، لقيت المنظر اللي انتوا شفتوه. لقيتها هنا في الولاده وعامله شويه شعر همت، وانا قلت هي خلاص بتفرش. وفرحت بقى وقلت الحمد لله خلاص، يعني اول مره في حياتي اصادف حاجه زي كده في الارانب. هي كانت مجهزه بيت الولاده وكانت عامله الحفره جواه، وبقيت مبسوطه بيها. بس معرفش هي ميعاد ولادتها امتى. فلما جيت ارفعها لقيت فيهم ارنب. هي لقيتها والده ارنب، والارنب ده ميت لكن كامل، مفيش حاجه ناقصه، ولا في مثلا لسه ما تخلقش، ولا هو منفوخ هقول ميت في بطنها بقاله فتره، ولا اي حاجه. انا زعلت جدا. انا كنت محصناها، لسه محصناها قبلها بنص ساعة، التحصينة بتاعت التسمم الدموي. وطبعا خفت وقلت جايز يكون التحصين ده كان غلط عليها وهي عشر تقيل. كان المفروض مثلا ان انا استنى ما هي تولد. لكن انا بصراحة كنت خايفة على كل الامهات عشان ما يجيلهاش تسمم دموي، فحصنتها وحصنت كل الارانب. مفيش عندي حالة غير الحالة ديت هي اللي حصل معاها كده. اتصلت على الدكتور اللي انا جايبه منه العلاج امبارح، واتصلت على دكتور غيره قال لي لا، الفيروسي ملوش علاقة باللي هي فيه، جايز يكون ده ميت وربنا يستر على اللي في بطنها وما يكونش اللي في بطنها كان فيهم حاجة. المهم قال لي اتصلت والله على جوز دكاترة بيطريين، واتصلت على الراجل صاحب الأدوية اللي انا جايبه من عنده. فقال لي اديها سنتي طويل المفعول. والدكتور من الدكاترة يعني قال لي هتديها سنتي طويل المفعول. طبعا انا بدي طويل المفعول يا جماعة بعد الارنبة ما بتولد عشان ينظف الرحم وينظف الدم والحاجات اللي عند الارنبة، ما بديش قبل الولادة. تمام. ففي حد بيطري قال لي ادي سنتي طويل المفعول اللي هو ده، و2 سنتي كوبوزال او كابوزال زي ما بتقولوها يعني كوبوزال. فانا اديت لها الكلام ده من الساعة 1 الظهر. احنا دلوقتي امتى؟ احنا دلوقتي قبل المغرب بحاجة بسيطة. وقال لي استني عليها دكتور بتاع كفر الشيخ، قال لي استني عليها لاخر النهار، لو ما ولدتش اديها سنتي من بتاع الطل. قال لي اديها سنتي، لو ما ولدتش من هنا للمغرب هيبقى هي كده الولاده متعسره، هتديها سنتي اوكسيتوسن هيحمي الطلق.
فانا كل شويه والله العظيم باجي ابص عليها، لان انا فعلا زعلانه عشانها قوي قوي، لان طبعا اصعب شيء هي الم الولاده. واللي مزعلني قوي ان هي لا بتاكل ولا بتشرب، الاكل بتاعها زي ما هو، وزي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده كده، مفيش حركه. فانا زعلت عشانها، وكنت كل ما اجي امسكها ودانها بردت اهي، كنت كل ما اجي امسكها كده الاقي جسمها سخن والاقي ودانها سخنت. كنت زعلانه عشانها قوي بصراحه. بعد ما خدت الحقنتين جسمها رطب تاني اهو، جسمها برد. بطنها كانت سخنه قوي قوي قوي، كنت خايفه لا يحصل عندها تسمم. جيت بعد شويه لقيتها منزله البتاع ده، المشيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيتها منزله المشيمه يا جماعه. تقريبا كل ارنب بينزل بالمشيمه بتاعته. هديلها بقى السنتي اللي هو الاوكسيتوسن ده. بدات تتحرك، والله ما كانت بتتحرك خالص، بس بصوا شعرها بيتقلع بسهوله كده. هديلها السنتي ده اهو بتاع تحميه الطلق ده، ونشوفها مع بعض هتعمل ايه. بس بالله عليكم لو وصلتوا لحد هنا حطوا لي لايك، علشان الفيديو ده ياخد لايكات كتير، عشان يوصل لاكبر عدد، عشان لو في حد حصل عنده نفس الحالة يتصرف زيي، وهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. اديها الصمت ده ونرجع مع بعض تاني. طبعا الصمت ده يا جماعة بيتاخد اما وريد اما عضل او تحت جلدة الرقبة، عشان انا ما بعرفش قد عضل. انا حطيته لها تحت جلدة الرقبة. انا اول مرة في حياتي، رغم ان انا ربيت اكتر من 12 سنة كنت مربية للارانب وفي نفس البطاريات وكل حاجة، لكن عمري في حياتي ما حصل معايا نفس اللي حصل النهاردة. وعمري في حياتي ما استخدمت حقن للطلق، الطلق الصناعي ده، او ان هي بتفتح الرحم او بتساعد في ولادة الارنبة. انا ما عمري ما شفتها غير المرة دي. فانا هقفل معاكم وهقف اتابع الارنبة، لان انا سألت دلوقتي وانا جايبة السنتي، قالوا لي سألت قلتهم يا جماعة دلوقتي المفروض ده هيعمل امتى او هيشتغل امتى، لو هي مثلا هتولد سواء حيين او ميتين هي هيشتغل معاها امتى. قال لي في ساعتها على طول. فانا هقفل وهتابع، واول ما الاقي ان شاء الله في اي حاجه، انا بتمنى ربنا يقومها، وبتمنى نفسي ان ربنا يكرمها والحمل اللي في بطنها يكون سليم ما يكونش ميت. فحطوا لنا لايك وتعالوا بقى ايه بعد شويه كده نشوف ايه اللي هيحصل. بصوا الارنبه بدا يشتغل معاها هي بعد 10 دقايق بالظبط، بس على ما اعتقد والله اعلم ان اللي في بطنها نازل مش حي. طب ما تخشي جوه. بصوا اتنين ميتين اهم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعوض ربنا يا جماعه، ربنا عنده العوض طبعا. تعالي 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 مالكيش دعوه بيهم. اللي كان نازل الصبح كان كبير عن دول. لا تعالي، انا مش عايزاها تيجي يا ماما عشان ما يموتوش. دول طبعا صغيرين في العمر، لكن اللي نازل الصبح كان مكتمل، يعني دولت ميتين في بطنها من فترة. طبعا انا انقهرت عشانهم، بس في 60 ده هي قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله اللي هي جت على حد كده. طبعا ناس كتير اولهم اخويا قال لي يا ام رحاب حرام عليكي انت بتصوري الارانب بتاعتك، وده طبعا الارانب بالذات. وناس كتير متابعين كتير قالت لي يا ام رحاب ما ينفعش تصوري باب رزقك، وما ينفعش تصوري الارانب لان الارانب حساسه. بس طبعا انا بسايبها على الله، وبقول يا جماعه الحمد لله انتوا كلكم اهلي وكلكم بتحبوا لي الخير طبعا وكده. بس انا عارفه ومتاكده ان زي ما في ناس بتسمي الله وفي ناس بتتقي الله وبتحب الخير لأم رحاب، في ناس كتير بتدخل بس عشان تشوف انا او غيري عندنا ايه، من غير مثلا ما تسمي الله كده، ولا تقول كلمه حلوه، ولا تقول دعوه حلوه. في ناس بتبقى مستكتره الحاجه على اصحابها، ودولت ربنا يسهل لهم، لان بصراحه اول مره يحصل معايا كده. اهي بصوا يا حبيبتي بتنزل حاجه تانية اهي. طبعا
بس هي تعدي منها. انا بتمنى من الله ان هي بس تعدي منها. طبعا دي خسارة، يعني شهر كامل حامل. اقول لكم على حاجة يا جماعة، انا بحمد ربنا اللي هي جت في الارنبة الحمد لله، لان والله العظيم انا كنت مستنية حاجة كبيرة هتحصل. بس طبعا انا زعلت، بس في نفس الوقت قلت يلا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، ماليش نصيب في اللي في بطنها المرة دي، جايز ربنا شايل لي حاجة افضل من كده. طبعا انا كنت مقهورة عشانها اصلا، لان من الصبح يا حبيبتي مش عارفة تولد، ومن الصبح واقفة كده لا اكل ولا شرب، حاجة صعبة زي الانسان واكتر شوية كمان. ربنا عنده العوض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو حاجة كده منظر يقطع القلب والله العظيم. دول ميتين في بطنها بقالهم فترة، يعني دولت معرفش هما ميتين النهاردة، معرفش ميتين امبارح. الحمد ده لله كان ابيض خالص. الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ما نقدرش نقول غير الحمد لله. جايز يا جماعة الحقنة اللي انا اديتها لها كانت غلط عليها، بس انا سألت اكتر من دكتور قال لي لا، الفيروس يا حبيبتي ربنا معاها طبعا. بس هي تعدي منها على خير، وبعد كده ربنا يعوضنا خير ان شاء الله. كنت بتمنى حتى ارنب واحد من ولادها يطلع صاحي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل يا حبيبتي. هي ولدت واحد. الحمد لله على يجيبه ربنا. بالله عليكم اللي يدخل يقول لي كلمة حلوة، اللي يدخل يدعي لي دعوة حلوة، اللي يدخل يسمي الله ويقول اللهم زد وبارك، يعني يا حبيبتي لا 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 لا، ميتين كلك يا حبيبتي، ميتين كلك في بطنها. شايفين المنظر؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. هاتي يا روان حاجة ما نشيله دول من قدامها عشان ما تاكلهمش. هاتيلي، في عندك نوع خرطومه، هاتيه كده يلا، وهاتيلي كيس ولا حاجة يلا. خرطوم؟ عندك خرطومه. ليه بقى؟ هشد بيه يعني، همسكهم ازاي يعني؟ قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله اللي هي جت على حد كده. انا ليلة امبارح شفت طول الليل اشوف احلام مش كويسه، وبقيت خايفه، واتصبحت اتصلت على امي، واتصلت على اختي، واتصلت على مرات اخويا، وبقيت قلقانه واقول يا رب تعدها على خير. والحمد لله يا رب، اللهم لك الف حمد والف شكر ان هي بتيجي في المال وما بتجيش فينا او في ولادنا. الحمد لله. هاتي يا روبان الخرطوم فين؟ الحمد لله يا جماعه، ما نقولش الا اللي يرضي ربنا. 5 واللي مات الاول 6، لا 6 كده. الحمد لله على كل حال. بصوا كاملين متكاملين اهمت. والصبح كان فيهم واحد شكله جميل قوي قوي قوي. وده واحد كان ابيض خالص اهو، والتاني برضو ابيض خالص. الواحد بس يكون هو اللي صح. نفسك واحد بس يكون صحي؟ ولدت واحد كمان ميت برضو يا حبيبتي. ربنا عنده العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض.
طب اطلعي انا مش عايزاكي تصفري المكان ده. اطلعي بره، اطلعي يا حبيبتي، يعوض ربنا. طبعا انتوا عارفين يعني احساس زي احساس اي ام فقدت ولادها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعوض ربنا. طبعا انا ما عنديش اي كلام اقوله غير يعوض ربنا عنده العوض، عليه العوض ومنه العوض. بس تيجي في دولت، لما تيجي على قد دولت فدا اولادي. بس ربنا يبعد عني العين يا رب، يا رب يبعد عني العين، عين الحاسدين وعين الناس اللي بتدخل. طبعا هتقولوا ام رحاب بتقول انا بقول كلام واثقه منه، لان ده كله مش بالصدفه يعني. الحمد لله من ساعه ما ربيت ما حصليش حاجه زي كده يعني. ولادها كلك يتولدوا ميتين وهم على اخر لحظه، يعني دي حاجه مش طبيعيه. والحمد لله ان هي جت على حد كده. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. انتوا ما سمعتوش لما بتيجي تنزل ارنب بتتألم زي الانسان بالظبط. بسمع صوت من نزعتها، والله العظيم بسمع صوت من نزعتها وهي بتتكلم بتنازع. سمعتها يا روبان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حد يقول لي ده سببه ايه يا جماعه؟ حد من المربيين اللي بيدخلوا يكتبوا لي كومنتات يقولوا لي ده سببه ايه؟ هل انا اللي قضيت عليهم ولا هم كانوا ميتين ولا ايه اللي حصل؟ كان اول مره يطلع عندي انتاج اللون الابيض ده. حد بالله عليكم يكتب لي ويقول لي ايه اللي حصل. طيب عارفين لو هو سبب التحصين كانت كل الارانب العشر اللي عندي كان ولادها ماتوا، كان ولادهم طرحوا. الارنبه البيضه ديت عشر، فاضل لها 10 ايام ولا اقل من 10 ايام. والارنبه دي كمان ما شاء الله تبارك الله فاضل لها اسبوع واشيل ولادها اشيلها من مع ولادها. كان بين يعني لو في حاجه، كل الامهات اللي عندي اللي بترضع كلهم عشار يعني. لو والسودا دي لا. 1 2 3 4 5 6 7. 7 اهو 2 4 6 7. يعوض ربنا يا حبيبتي، يعوض ربنا. بس هي تعدي منها. سيبوهولها العود البرسيم، سيبوهولها، ما تحطوش تحت كده، سيبيه كده وتاني. يعوض ربنا. طبعا هي حزينة على ولادها دولت لانها ام، والام برضو بتبقى حاسة يعني. هي مش ما عندهاش معدومة الاحساس، لا هي حاسة اللي هي فيه. زعلانة صح؟ قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال، بنحمد ربنا في السراء وفي الضراء. في حاجة اسمها الحمد لله على ايه؟ الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. الحمد لله اللي هي جت على حد كده. ميتين سبحان الله، ملناش نصيب فيهم. طبعا روفان زعلانه يا جماعه. انا بقول الحمد لله على كل حال، بتقول لي الحمد لله على ايه؟ طبعا هي طفله ومش فاهمه. الحمد لله على السراء والضراء يا حبيبتي. الحمد لله اللي هي جات على حد كده. ميتين. انا طبعا زعلانه، اقسم بالله ربنا اللي يعلم ان انا زعلانه قد ايه ومقهوره قد ايه. بس ما اقدرش اقول غير الحمد لله. سبحان الله، انا ماليش نصيب فيهم يا جماعه. انا لو ليا نصيب فيهم كانوا نزلوا صحيين وكانوا كبروا وعدوا، لكن انا ماليش نصيب فيهم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. ما كانش عندنا مولود عندنا ابيض خالص. يلا الحمد لله. لسه هتجيب تاني. بصوا لما بتيجي تجيب ارنب تاني بتتفزع ازاي. جابته. لا حول ولا قوة الا بالله. كان فيها عدد كتير. دلت كده 7 والصبح 8. جابت حاجة يا رحاب يا روبان؟ 9. انا قفلت باب الولادة لان طبعا مش هسيبها تدخل الولادة خلاص.
اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور. وهسيبها تقعد يومين بس كده ده تنضف. صحي؟ لا يا بنتي مفيش حاجه صحي اهم ميتين. هسيبها تنضف كمان يوم او يومين، وهديها بكره تاني صنف تاني طويل المفعول. نزلي التاني هناك اهو يا روفان، 9. نزلت هناك اهو. ده 10 واحد، ده كده 1 2 3. نزلت اهو. اظن منظر يقطع القلب. انا هسيبها تكمل الولاده يا جماعه، وهسيبها بكره الصبح ان شاء الله. انا مديها النهارده صنف طويل المفعول، هسيبها ترتاح، وبكره هديها تاني صنف طويل المفعول كمان مره عشان ينظف الرحم وينظف لو في اي حاجه. وهتصل على الدكتور البيطري اساله لو في اي حاجه. بس هي ارتاحت الحمد لله، هي بدات تتحرك، ما كانتش بتتحرك خالص الصبح، والحمد لله على يجيب ربنا. هفضل معاها اشيل الارام ديت. سرعت شوية. جسمها برد شويه. كان هيعملوا لها تسمم، لو كانوا فضلوا في بطنها دولت كانت ماتت. ادام الام موجوده الحمد لله، فضل من ربنا. ربنا يعوضنا خير وتجيب لنا تاني، يعني مش ما هيش اخر حاجه، يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وهنسيبها بقى يوم ولا يومين، وبعد كده نبقى نحطها للذكر، وربنا يعوضنا خير. اتمنى تدعموا الفيديو بلايك، وما تزعلوش مني لما انا قلت عين، لان انا مش هقصد كل متابعيني والله. في ناس كده بتدخل بس من غير ما تكتب كومنتات خالص، بتدخل تتفرج بس، وانا عارفاهم، وانا بتكلم الكلام ده وقصده عشان يشيلوا عينهم عني شويه. هم بيدخلوا مخصوص عشان يشوفوا ام رحاب عندها ايه وما عندهاش ايه، وبيشاهدوا في صمت. يا جماعه بعيدوا عن ام رحاب، لان ام رحاب والله العظيم غلبانه، وربنا وحده هو اللي يعلم بحالها. فدي كلها فلوس ناس ومن ايدين ناس، والحمد لله على كل حال. يلا يا جماعه، فضلا وليس امرا، لايك وشير للفيديو. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.